الله الرحمن الرحيم. النهارده الجمعة 23 فبراير 2024 23/2/2024. احنا بنقول لما بتستخدم أسمدة بصورة صحيحة متوازنة النبات بيظهر في ميعاده الطبيعي. النهارده احنا خلاص داخلين على أول 3. التزهير الطبيعي لأشجار الموالح هو الفترة دي من أول 20/2 لغاية 20/3 بتظهر. لما بتستخدم أسمدة صحيحة بصورة سليمة متوازنة، يعني النبات بياخد احتياجه من كل العناصر الكبرى والصغرى بصورة صحيحة ومستديمة، النبات بيظهر عندك بصورة صحيحة. ادي استخدام أسمدة اليسر اهو. ادي النتيجة يا جماعة، ما شاء الله، الله اكبر اهي. خلاص اهو، ادي النتيجة اهي. شايفين كمية التزهير اهو، ادي كمية التزهير وطالع على النموات الحديثة. ودايما التزهير في البرتقال ما شاء الله، الله اكبر. خلاص، التزهير اللي بيطلع على النموات الحديثة، يعني النوارة اللي بتطلع بورق زي كده افضل من النوارة اللي بتطلع على الخشب. يعني لو هنا طلعت لي نوارة تزهير في المنطقة دي على خشب، ده الثبات العقد بتاعه بيبقى ضعيف. انما النوارة اللي بتطلع ما شاء الله لا قوة الا بالله بالطريقة دي بيبقى الثبات بتاعها كويس. استخدامك للأسمدة بصورة متوازنة صحيحة، سلع كويسة، بنقول الغش التجاري للأسف انتشر، هتوصل لدرجة ممتازة وهيبقى عندك نبات منزلي كأنه نبات في مزرعة. ادي استخدام الأسمدة بصورة صحيحة، أسمدة اليسر ما شاء الله لا قوة الا بالله. ادي النتيجة اللي بنقول عليها عين اليقين. عين اليقين يعني اللي انت بتشوفه قدام عينيك اهو. تمام.